لازم تفهم إن الرحلة فردية، حتى لو الدنيا زحمة حواليك، حتى لو قلبك متعلق بحد، حتى لو مش قادر إنك تتخيل إن حياتك ممكن تكمل من غير وجود ناس معينة. في النهاية الطريق طريقك والمصير مصيرك. أوقات بنفتكر إن الشخص اللي معانا لازم يكمل، بنحط عليه رهانات كبيرة إنه هيكون الدعم، السند، الونس. بس الحقيقة بقى إن الناس في حياتك مش دايمين، هم رسائل مش ركاب دايمين. ربنا بيبعت لك ناس علشان تعرف حاجة، تتعلم حاجة، عشان تتوجع فتفوق، عشان تحب نفسك أكتر، أو عشان تعرف إنك تستاهل أحسن. في ناس تدخل حياتك زي النسمة تسيب لك سلام وتختفي، وفي ناس تدخل حياتك زي العاصفة تبعتر كل حاجة، لكن من بعدها انت بتكون شخص تاني، واعي أكتر، قوي أكتر. احنا أوقات بنتمسك بالناس لمجرد التعود، لكن ربنا بيشيلهم لما الرسالة بتاعتهم بتخلص، سواء بقى كانت رسالة ألم أو وعي أو حب، سواء كان شخص بتحبه جدا أو شخص وجعك لدرجة إنك دعيت إنه يختفي من حياتك. بس اسمع دي كويس، اللي بيختفي اختفى الحكمة، ومش لازم تفهمها دلوقتي، لكن هتيجي لحظة تبص فيها وراك وتقول أنا دلوقتي فاهم ليه اختفى، ليه ساب، ليه ماشية من غير وداع. لما توصل للوعي ده هتعرف تقول لنفسك أنا ماشي لوحدي بس مش ناقصني حد، أنا مش محتاج أتمسك بحد، أنا محتاج أتمسك بنفسي وبربنا وباللي اتعلمته. افتكر يا صديقي إن الرحلة فردية، بس الهدية فيها إنك هتوصل، مش عشان حد كمل معاك، لكن عشان أنت كملت رغم غياب الكل.